مرحبا أحبائي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. معكم مطبخ أم رزقار، أهلا وسهلا فيكن. اليوم وصفتي رح نساوي مقلوبة بالدجاج. وهلأ منشوف المكونات. هدول هن المكونات كلياتها. عندي هون 3 كاسات رز حبة طويلة، وعندي 1.5 كيلو دجاج، ملح، المطيبات اللي بدي أسلقهم مع الدجاج، بصلة، ورق غار، فلفل أسود، حب هيل، عودين قرفقة، وقرنفل. هدول هن المطيبات اللي بده ينضاف مع سلق الدجاج. عندي 3 حبات باذنجان، يعني عبارة كيلو، و3 حبات بندورة متوسطة مقشرتهم مقطعتهم ترانشات، ومع حبة بصل كبيرة ترانشات، وسمنة. قبل كل شي رح أسلق الدجاج، رح أضيف المطيبات فيه بقلبها، ورح أضيف معلقة كبيرة كمان. وبهالوقت رح أقشر الباذنجان، ورح أقطعهم هيك قطع كبار. طبعا ما رح أقشرهم كلياتها، حزقة حزقة وحزلق. وبهالوقت رح أسخن الزيت، رح أحط الزيت بقلب المقلة، رح أحميه. طبعا أحبائي كل وحدة إلها طريقتها. المقلوبة كيف ما بتنعمل تطلع طيبة. طبعا أنا أحيانا بحط لها زهرة، بحط لها بطاطا، بشكلها كتير. أحيانا بعمل تبع الفلسطينية، تبع إخواننا الفلسطينيين. أحيانا بعملها بس عطاء الباذنجان. لا، هالمرة أنا حبيت أسوي نوع مختلف، وكمان هي الطريقة أنا عطول بسويها في بيتي، بس عطول بنوع، يعني إنه مو دوم يعني خلص إنه معتمدة على نوع واحد. لا، أنا بشكل بصراحة، بحب أنا أنوع وبصراحة حبيت هالمرة أساوي بهي الطريقة، وتشوفوا كيف الطريقة، وكتير طريقة ناجحة وطيبة كمان. وطبعا أحبائي إذا بتحبوا أنتوا الرز يكون مفلفل، ما يكون مخبوص، والباذنجان كمان كله هيك ما يكون هيك مخبص، لأنه في ناس بيعملوه. بصراحة أنا مرة صديقتي اتصلت فيني قالت لي أنا على طول بعمل المقلوبة وبتطلع معي مخبوصة، فطلعت انه هي ما بتنقع الرز. لا، نقع الرز مهم. الوقت بتنقعوا الرز شغلة نص ساعة وبتطبخوها، يعني كله مع بعضه بيستوي، لأنه اوريدي الباذنجان مستوي، يعني مقلينه، يعني شغلة بس 10 دقايق ليستوي بقلب الطبخة. فمشان ما تنخبص، فاليفضل انه الرز يكون منقوع قبل بوقت، قبل بنص ساعة. أحبائي أنا هون بعد ما نقعت الرز كتير منيح وروحت عنا المي، راح أحط 7 بهارات، وراح أحط كمان معلقة صغيرة زنجبيل، معلقة صغيرة كركم، وربع معلقة صغيرة جوز الطيب. والجوز الطيب تعطي نكهة كتير طيبة. أحبائي بالطنجة اللي بدي أطبخ فيها المقلوبة بحط معلقتين سمنة كبار، وبحط البصل الترانشات بقلبهم شوي بالسمنة ليتحمر شوي. وكمان بحط البندورة، طبعا كل واحد لحال. البندورة برجع بحطهم لحالهم بشيلهم، بعدين برجع بحط الدجاج بحمرهم شوي وكمان ما بنكهها لا البصل ولا البندورة، ما بنكههم، لأنه هن رح ياخدوا من نكهة المية المرقة. وهون بعد ما حمرتهم حطيت اول هيك رشة بسيطة الرز، بعدين رجعت حطيت طبقة البصل، وراح احط طبقة البندورة، بعدين بحط طبقة الدجاج. وهلا هيك صار الدجاج كمان حطيته بقلبهم، والباذنجان هيك حطيتهم حواليهم. هلا بضيف هلا هيك ضفت الرز فوق البصل والبندورة والدجاج. على فكرة تتبيلة الرز كتير كتير تعطي نكهة يعني طيبة. وهون راح اضيف مرقة الدجاج أحبائي تدريجيا شوي شوي، شي قدر 3 أصابع، أصبعت من ل3 أصابع، إنه بس يزيد المي لحتى مشان ما يتخبص معك لا الباذنجان ولا الرز، يطلع كله مفلفل ومستوي. وهلا راح احط صحن فوق
فوق الباذنجان مشان كله يستوي مع بعض. لبين ما يستوي عندي المقلوبة هون راح احضر السلطة، والسلطة كتير يعني بسيطة واولادي هيك بحبوا جنبها. والسلطة عبارة عن خيار وبندورة وراس توم صغير وملفوف احمر ومع بقدونس بحطلها، وبعدين بحطلها شي زيت زيتون وشوية حمض الليمون والفلفل الاحمر. ولهون بينتهي الفيديو تبعي أحبائي، بتمنى تنال إعجابكم. لا تنسوني باللايك والشير وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد، وبحبكم كتير وسلام.